السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع وصفه جديده. ما كينجح ليكش الكيك، ما كيصدقش ليك الكيك، كيجيك الكيك مدقس وكيجيكي ثقيل بزاف وثقيل ما كتقدريش تاكليه. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معاك السر اللي كيخلي الكيك ديالك ناجح 100% ومن اول استعمال وكيخليه مفشفش كالقطن. اقسم بالله البنات الا غادي تجربوها وانتم تردوا عليا الخبر، راه هاد الجوج الاسرار اللي كنستعمل وما كنستغناش عليهم في اي كيك عندي، راه كيخلي الكيك ما شاء الله رطيب طب مفشفش كيدوب في الفم. على اي ندوزو المقادير اللي غنحتاجو في الكيك ديالنا العادي واقتصادي وكيجي راه ما شاء الله الذوق هو اللي غادي يحكم على الوصفه. على اي كنحتاج جوج كيسان ونص ديال الدقيق، كاس ديال الحليب، كاس سكر سنيده، كاس ديال الزيت النباتيه، جوج بيضات، جوج خمارات ديال الحلويات، وخماره ديال الفاني والخل. او الا ما بغيتيش تستعملي خماره الفاني تقدري ديري قشور ديال الليمون، قشور ديال الحامض ولا اي نكهه عندك. المهم كناخذ واحد لوبول فين غادي نخلط الخليط ديالي، كندير قبيصه د الملحه باش هكا نعدلو الذوق، جوج بيضات، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت النباتيه وكاس ديال الحليب، وكنزيد عليهم ساشي ديال الفاني او النكهه اللي بغيتي، اي نكهه متوفره عندك تقدري تستعمليها. وكنمزج المكونات مزيان مع بعضياتها. انا كنستعمل هنا الفوي يعني غير الطرب اليدوي، تقدري تستعملي الطرب الكهربائي ماشي انتي، يعني الاختيار كيبقى ديالك. المهم كنمزج المكونات مع بعضياتها حتى كيذوب تقريبا داك السكر سنيده وجاز ديال المكونات مع بعضياتها وتقريبا يولي البيض بيض. وهنايا السر الاول اللي كيخلي الكيك ديالك ينجح معاكي هو الخل. يعني كندير جوج معالق كبار ديال الخل، وخليك معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش تكتشفي السر اللي كيخلي الكيك ديالك يكون ناجح 100% ومفشفش وكيذوب في الفم. يعني هنا اول سر قلنا هو الخل، والسر الاخير ان شاء الله غادي نعرفوه مع الوصفه. المهم هنايا كنمزج المكونات مع بعضياتها، هنا كناخذ الدقيق ديالي كنزيد عليه خميره ديال الحلويات، وكنبقى نضيف الدقيق على الخليط ديالي دفعه بدفعه. يعني ما كنزيدوش دفعه واحده، وانما كنبقى نزيدو شويه بشويه. البنات ما تنساونيش من لايكاتكم، ما تنساونيش من تشجيعاتكم في لي كومونتير، واللي مازال مشترك في القناه يشترك في القناه. وكنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم، وكنتمنى ان شاء الله نكون كنجيب لكم وصفات اللي اقتصاديه وغير مكلفه وناجحه 100%، وهذا هو الاهم. وهذا الكيك راه كنعياو ما نديروا لي كيك بريستيج ونعياو ما نزوقوا ونخسروا بزاف ديال المقادير، وانما كيبقى الكيك العادي راه لا يعلى عليه وكينجح لينا وكيصدق لينا بهاد جوج ديال الاسرار اللي كنشوفوا واللي غادي نقول لكم. قلت لكم واحد منهم والثاني انا غادي نقول لكم. يعني السر اللي كيخلي الكيك ديالك ينجح هو الماء يكون تقريبا غالي، يعني مغلي غليتيه مزيان ولا يكون دافي. مهم على اي مهم الماء يكون سخون. كنضيفوا على الخليط ديالي، هو اخر حاجه كنضيف الماء على الخليط ديالي. اقسم بالله البنات راه كيخلي الكيك ديالكم رطب وكيخليه مفشفش وكيخليه كالقطن وكيذوب في الفم. المهم هنايا كناخذ هذا المول فين غادي ندير الكيك ديالي. بما انها كيك يعني عادي، انا كناخذ خديت هذا المول العادي، كندهنو بشويه الزيت والدقيق. كنحاول يعني نوصل يعني الزيت والدقيق لكاع الجوانب ديال المول باش هكا ما يتلصقش ليا الخليط. وصافي يعني كندخل الكيك ديالي الفران اللي كيكون سخون قبل، وكيطيب الكيك ديالنا كيطيب دائما على نار مهيله لمده نصف ساعه. دائما الكيك كيطيب على مده نصف ساعه ولا نار مهيله، وفران يكون سخون من قبل. انا كنضيف الخليط ديالي في المول ديالي.
ومن بعد ما طاب ليا الكيك ديالي هانتوما كتشوفوا كي تيجي ما شاء الله طالع وحميمر وكيجي رطيب ومفشفش. المهم انا في التزيين كنزين بالسكر كلاصي، يعني كيجي زوين بزاف. المهم كنزينو بسكر كلاصي وكيبقى التزيين ديالكم اختياري. المهم بما انه انايا هنايا كيك عادي يعني فكان حاولت ما امكن انني كاع المكونات يكونوا عاديين واقتصاديين. مهم كنزين غير بالسكر كلاصي وراه كيعطي واحد لوكو راه ما شاء الله زوين بزاف، حتى هو كيعطي واحد لوكو زوين بزاف الكيك ديالنا. ايوا صافي، اقسم بالله البنات الا الكيك كيجي رطيب مفشفش كيذوب في الفم وانتم غادي تجربوه وتردوا عليا الخبار. هانتوما البنات شوفوا كي كيجي تبارك الله مفشفش ورطيب. هنا كنزيد عليه شويه ديال لاصوص ديال الفراوله، يعني كيعجبني صراحه الكو ديالها. وكنزيدو معاها وكيجي زويون. وبهكذا كنكون وصلنا للاخر ديال لا فيديو. شكرا بزاف على وقتكم، ما تنساونيش من جيم لا فيديو الا عجبكم اكيد، وخليو لي دي كومونتير زوينين، والا جربتوا الوصفه خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، وما تنساونيش من الاشتراك في القناه، واي حاجه بغيتوني نتشاركها معكم ما عليكم الا تخليوها لي في لي كومونتير. وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. باي باي، نتلاقاو فيديو جديد مع وصفه جديده.